نفس النهاية ولكن البداية مختلفة، طعنة أو طلقة. في لحظة كل شي كان هادئ، عم تمشي بمكان ضيق مظلم، الضباب بكل مكان، ولكن فجأة ظل عم يلحقك، تلتفت خلفك وقت وجه مغطى، عيون عم تلمع تحت قناع أسود. بتلاحظ إنه بإيده في شي عم يلمع، قلبك بهديك اللحظة بيطلع من مكانه، الحواس كلها بتشتغل. بهي اللحظة قبل الطعنة العقل عم يقلك امشي بأشد عجلة، بس جسمك متجمد، الصوت الوحيد هي دقات قلبك وكأنها طبول. طعنة أم طلقة؟ هل تخيلت بيوم من الأيام شو بيحس الجسم بلحظتها؟ الجلد، العصب، الدم، الوعي. هل بتعيط بصوت عالي أو بتموت بصمت؟ خلينا نمشي لحظة بلحظة ونشوف شو بيحصل داخل الإنسان. قبل ما نبلش لا تنسى اللايك والمتابعة. معكم محمود ويلا نبلش. لحظة الإصابة الجسم بيتعامل مع الطعنة أو الطلقة مو كألم بل كانفصال مؤقت عن الواقع. أول ما تلامس السكين الجلد بتشق الطبقة السطحية المسؤولة عن حماية الجسم، يعني أنت بتكون واعي لكل طبقة عم تنشق وتنفتح بعكس الطلقة، وبعدها بثواني توصل للمنطقة الحساسة يلي فيها الأعصاب، وهون الدماغ بيستقبل أول تنبيه وبيستوعب المصيبة. بس الإحساس الأول ما بيكون وجع غالبا، أنت هون بتتجمد، ما بتصدق، مصدوم، مو فهمان أي شيء. بعدها بيجي الجواب الطبيعي من الجسم، القلب بيخفق بقوة، ضغط الدم بيعلى للحظات، والدماغ بيبلش يودع بعض الوظائف. الشخص فجأة يبدأ ياخد نفس بقوة أو ممكن يحبس أنفاسه من الصدمة. بهي اللحظة الألم الحقيقي لسه ما وصل بشكله الكامل. هون بتنصاب بنوبة هلع بسبب المشهد اللي عم تشوفه. الإحساس يلي بيجيك هو مزيج بين لسعة قوية، ضغط داخلي، دوخة خفيفة وأحيانا غثيان. الوعي مشوش، الأصوات بعيدة، والعيون بتبلش تضعف وتغبش. الدم عم ينزل بس العقل مشغول بالخوف. جسمك بهديك اللحظة بينتفض، الإحساس بيميل للتجمد مكان الإصابة لأنه الدم بدأ يطلع والجلد انفتح. النزيف بيكون غالبا داخل بطيء إلا إذا كان بمكان مثل القلب، وبعدها بتحس بالألم. الطلقة بتدخل الجسم بسرعة هائلة، بتوصل بين 300 ل 1200 متر للثانية، بتقطع وبتلحق أذى شديد بالأعصاب فجأة. ولهيك الجسم ممكن ما يحس بألم لحظة الإصابة لأنه كل شيء إجا فجأة. موقع الطعنة هو اللي بيحدد إذا بتعيش ولا لا. إذا انصبت بالعنق هي منطقة حساسة جدا، أي طعنة هون ممكن تقطع شريان أو تسبب لك الاختناق. النتيجة فقدان وعي ونهاية وشيكة إذا ما انقذت خلال دقائق. إذا انصبت بالصدر طعنة ممكن تصيب القلب، إذا القلب انصاب نزيف داخلي قاتل، وإذا الرئة بتسبب باختناقك وصوتك بيختفي، وإذا كانت بالبطن بمكان مثل الكبد، الطحال، المعدة والأمعاء طعنة هون مو دائما قاتلة بس ممكن تفتح باب لنزيف داخلي بطيء قاتل إذا ما توقف. وإذا انصبت بالجمجمة لو الطعنة سطحية ألم ودوخة، بس لو وصلت للجمجمة أو الدماغ فقدان وعي أو حتى شلل حسب المكان المصاب. وإذا كانت بالإيدين أو الرجلين ففي أمل، بس إذا لمست شريان رئيسي النزيف بيكون قوي جدا، والأعصاب السطحية بتخلي الألم لحظي وقوي. نفس السكين بس مو كل الطعنات مثل بعض، في طعنة بتوجع وفي طعنة بتخليك تغيب عن الوعي أو يمكن تنهي حياة الشخص. بس خليني طمنك، إذا الإصابة ما إجت للمناطق الحساسة اللي حكينا عنها ففي أمل. أما بإصابة الطلقة حتى إذا ما بتلمس مكان حساس تبقى أخطر من الطعنة بسبب قوة النزيف وإمكانية حدوث صدمة نزيفية أحيانا أقل من دقيقة قبل فقدان الوعي. إذا كان النزيف قوي جدا النجاة ممكنة هون، بس بيلزم تدخل طبي عاجل وإلا النهاية تأتي أعلى عجلة من أي إصابة سكين. شان هيك كل لحظة ممكن إنها تكون حاسمة، بس الوقت أهم عامل. كل ثانية، كل نفس كفيل إنه يعطيك حياة جديدة. النجاة مو سهل وأحيانا مستحيل إذا ما تم إنقاذها، لكنها ممكنة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والمتابعة، وتكتب لي بالتعليقات شو المواضيع يلي بتحب نحكي عنها بالفيديوهات القادمة. كان معكم محمود وسلام.